هنا انا هبعت رساله لنفسي. ده كده السيلز نافيجيتور داخل على الاكونت بتاع جون في اللينكدين. انا ما فيش اي كونكشنز بين الاكونت دوت الجديد واكونت جون، لكن عرفت من بعض البوستات اللي حطها على لينكدين ان هو مهتم بمثلا كلاب هاوس في الفتره الاخيره. هروح على طول بعت له رساله واقول له احنا بنعمل سوفت وير بيخليك تمانج كل الابلكيشنز بتاعه السوشيال ميديا، كمان منهم كلاب هاوس، بانك تقدر تمانج كل حاجه في مكان واحد مثلا. يعني تعالى جرب الموضوع دوت مجانا. هاجي هنا في السبجكت واكتب مثلا اتحكم في كلاب هاوس من كذا جهاز مثلا، ونكتب الموضوع بتاعنا. وعلى طول عايز اعمل سمارت لينك، هبص الاقي ان عندي فرصه ان انا اكتب تايتل، هنقول مثلا هنا تيست، وهكتب ويب سايت. هفترض ان انا هكتب برضو الويب سايت بتاعنا واعمل اد، بعد كده انسرت الرساله بقى فيها عنوان، وهعمل سند. وهنروح في الاكونت التاني افتح اللينك دوت. اللي حصل هنا هو بيوضح لي ان انا بعت له لينك، واللينك دوت فيه انسايتس. الانسايتس ديت هتروح للسيلز نافيجيتور. هدوس هنا على اوبن لينك، هيبدا يفتح الموقع على طول، واللينكدين هيبدا يحسب انا هقعد فتره قد ايه على الموقع دوت. هرجع هنا للاكونت اللي انا عملت منه السمارت لينك وادوس على سمارت لينك هنا، وده هنا اللينك اللي انا عملته. وعايز ادوس على اناليتكس عشان اشوف العملاء اللي انا بعت لهم اللينك دوت عملوا ايه. المفروض على طول يطلع لك هنا العميل دوت شاف اللينك امتى وقعد وقت قد ايه، فتقدر تكلمه وتقول له انا شفت ان انت بصيت على الموقع الفلاني، انا شفت ان انت عملت كذا كذا. او حتى مش لازم تقول له انا شفت، تقول له ايه اخبار الحاجه اللي انا بعتها لك. تبقى عارف لو انت بعت له مثلا برزنتيشن هيبين لك هنا اللينك هو قاعد على كل صفحه وقت قد ايه، فما تكلموش في البرزنتيشن مثلا في الصفحه الاخيره انه ما شافهاش كويس، اكلمه في الصفحات اللي شافها كويس، وهكذا. فالسمارت لينك طريقه ظريفه جدا انك تعمل تراك العميل شاف ايه من المحتوى اللي انت بعته له، سواء كان برزنتيشن او فايل او ويب سايت.